السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة سهلة وكمان سريعة، وفي نفس الوقت ما بيشربش زيت، وكمان ممكن تعمليها من غير بيض خالص. اللي عايزينه ان احنا نجيب مية ونخليها تغلي ونحط فيها كمون ومعلقتين لبن وشبت وبقدونس وكمان كزبرة خضراء وحتة بصلة صغيرة وشوية ملح، ونسيبهم يتسلقوا لمدة 7 دقايق 8 دقايق، وبنطفي النار ونسيبه في الحلة لغاية لما نحسه ان هو طري شوية، يعني ما نسيبوش يتهري. بنطلعه كده يبقى نص سوا، ونحطه لغاية لما يبرد. وفي ناس بتحطه في مية بتلج، لا هو يعني لو حطيتيه 7 دقايق بس مش هيتهري ولا حاجة، وتسيبيه يبرد براحته. بعد كده بنجيب كام فص توم وشوية كزبرة خضراء وشبت وخل وبيضة او بيضتين، ولو مش هتحط بيض ما تحطيش، وبصلة ومعلقتين نشا، وكمان شوية دقيق، ونحط معاهم شوية مية ونضربهم في الخلاط، ونحط التوابل منها الفلفل الأسود والشطة والكمون. الكمون مهم جدا، وبنضربهم مع بعض، ولو لقينا الخليط خفيف بنتقله بشوية دقيق. بعد كده بنجيب نشا وذرة بيكنج باودر، ما نكترش البيكنج باودر، ونطلع من الخليط اللي عملناه نقعنا فيه القرنبيط ونحطه في النشا والبيكنج باودر والدقيق اللي متبل برضو، نحط نفس التتبيله ونقليه في زيت، وشايفين مقرمش ويطلع احمر كده وزي الكنتاكي بالظبط. ونعمل معاه بطاطس وسلطه خضراء او اي خضار، وبالهنا والشفا.